فرق غريب ان المحافظه اللي محافظها ثوري تصويتها كان الغالب للثوره المضاده، تفسر ايه المفارقه دي؟ لا، هي تفسيرها الحقيقه انا شايفه انه ايجابي. ازاي؟ بمعنى انه انا طبعا من اللحظه الاولى اؤكد على حيده ونزاهه جهاز الدوله باعتباري جزء منه كمسؤول اول داخل. هل الانتخابات كانت نزيهه؟ المرحله الاولى؟ هو بالمناسبه موضوع نزيهه ده موضوع يعني اتقال من زمان يعني ها؟ ما فيش اي حاجه نزيهه بالمناسبه تمت في تاريخ مصر لها علاقه بالتصويت. انا بتكلم عن المرحله الاولى تحديدا. ولا الاولى ولا الثانيه ولا مجلس الشعب الاولى والثانيه ولا الشورى الاولى والثانيه. اصل نزيهه بمعنى ايه؟ نزيهه يعني بتوفر كل شروط العمليه السياسيه بدءا من التشريع والقانون اللي بينظمها ويعبر عن حاله رضا عام ولا لا. طبعا طلع انه ده كلام ما كانش محل اتفاق، مرورا بتفاصيل العمليه الانتخابيه. خش بقى على مش هقول لك التذكره الدواره والمعرفش الشغل التزوير المباشر ولا الدعايه المباشره وغير المباشره جوه اللجان. طب انا هغير السؤال يا دكتور عزازي، هل حمدين صباحي وصديقك وصديقي نعم. وانت ايضا كنت تؤيده كمان نعم. يعني هل حصل على هذا الكم فقط من الاصوات المعلنه ام اكثر ام اقل؟ حصل على اكثر منه وتم التزوير ضده واستبدال صناديق، ومعانا السيديهات التي تؤكد على ما اقول، واتحطت للجنه العليا للانتخابات الرئاسيه ولم يعترف بهذه الطعون او لصالح تم مين؟ تجاوز عنها لصالح اي مرشح. بس في الغالب تمت لمرشح يعني كان يحظى بدعم يعني اكيد كبير يعني. هم كانوا 13 مش فاكر مين بالظبط. بس استبدلت صناديق من حمدين صباحي كانت كافيه لان يحتل الموقع الاول، والكلام بالمناسبه يعرف محسوب على النظام السابق؟ ربما. لكن الكلام ده بالمناسبه اللي بقوله يعرفوه يعني ناس جوه اللجنه ويعرفوه ناس كان بيديروا العمليه الانتخابيه. واتعرضت عليهم هذه السيديهات وفيها صناديق بالكامل فيها اصوات لحمدين اترمت في الزراعات اصلا، وتم استبدالها بصناديق فيها تصويت عالي جدا لصالح. انت ليه رفضت تستقبل الفريق شفيق في مكتبك واستقبلت الدكتور مرسي وقت الانتخابات؟ مش كان المفروض تبقى محايد؟ الحقيقه لم يعرض علي الدكتور شفيق انه يمر على المكتب ولا عرفت بوجوده الا فجأة. كان بيعمل زيارة في بعض المراكز وعمل مؤتمر سريع يعني كده في شارع فاروق، ما كانش الترتيبات دقيقة. وانت عارف انه شفيق طبعا لا يحظى باي دعم مني. بالمناسبة برضه عايز افرق بين الشخص وبين الموضوع. هو كشخص اقسم انه شخص على خلق وشخص محترم جدا، وانا اتعاملت معه هو وزير وانا صحفي، راجل على اعلى مستوى من الكفاءه ومن الخلق الرفيع. انا لا اتحدث عن اشخاص، كذلك الدكتور مرسي وكل المرشحين للموقع لهم احترام وتقدير. لكن انا بتكلم على السياق اللي دخل فيه الفريق شفيق الانتخابات. السياق اللي طرح فيه اسمه، طبيعه انصاره في هذه اللحظه كانوا عباره عن الخلايا النايمه يعني من الحزب الوطني اللي هم كانوا هيصحوا معاه في مشروع اكبر انجاز في المحافظه في الشرقيه. لا ده لاسباب يعني فيها طبعا يعني بعض اشكال التزوير اكيد موجوده. وانا بالمناسبه كنت بنبه، انا كنت عامل غرفه عمليات 24 ساعه. يعني حصل في مرحله ثانيه كمان تزوير؟ في كل المراحل كان في تزوير. لكن في تزوير كان يقيد وفي تزوير كان لا يقيد. طبعا ما اقصدش التزوير اللي هو التزوير الواسع يعني بتاع انه يعني عبي وحط يعني زي زمان. لكن على سبيل المثال لو حصل في حاله، ودي كانت تخص الدكتور مرسي والاخوان المسلمين في بعض المراكز، خلي بالك انه في رشاوى امام اللجنه، مبالغ ماليه بتدفع. اكد ده مواطنين، واكد ده اجهزه، واكد ده حد من اللجنه المشرفه الاداريه، واكد ده الاجهزه الامنيه المعنيه كلها بلا استثناء. قالوا ايوه شفنا ظبطنا واحد بيدفع ما اعرفش. حصل اتصالات وتم الافراج عن الاخ ده. بالك حتى طارد اللجنه القضائيه العليا والمحليه اللي موجوده في اللجنه الفرعيه كمان عشان يتكتب محضر بهذا الكلام. الكل انكر.
الكل انكر، والكل دي حط تحتها كام خط. تعرف اللجنه بيبقى فيها جيش وفيها شرطه وفيها قضاء